وزي ما احنا متعودين مع بعض يا اخواتي ان احنا بنبدا الفلوج بتاعنا من الجيزه. يلا بينا، هناخد رحله النهارده مجنونه جدا. هنروح اسماعيليه عشان نجيب مانجا. خليك معايا ما تروحش في اي حته. بس كده يا عم، وقفنا حطينا بنزين في البنزيمة على الطريق. ان شاء الله هتابعكم بكل اللي بيحصل اول باول. اول استراحة خدها على الطريق، فاضل لنا 70 كيلو عشان بس اشرب بق عصير. خلاص يا جدعان، وصلنا بالسلامة الحمد لله، وجبنا المانجا. عايز افرجكم عليها بس مش هينفع لما نروح البيت كده. بس عموما اهي جبنا كرتونتين المانجا، وباذن الله اول ما نروح هنفتحها وهنجربها مع بعض، وهقول لكم مشوار يستاهل ان انت تيجي 150 كيلو وترجع 150 كيلو ولا لا. ده الفلوج ده معمول مخصوص عشانك انت. وما تنساش تقديري بقى ايه، لايك وشير وتعمل سبسكرايب في القناه اخويا وحبيبي. انا عايز اقول لكم على حاجه، الاسعار هنا هي الاسعار عندنا في القاهره. يمكن الميزه تبقى في نظافه الحاجه، وده هنكتشفه مع بعض واحنا بندوقها في البيت. خليك معايا اوعى تروح في اي حته. متنساش بقى تعمل لي لايك وحياه النبي، عشان الموضوع ده بيساعدني جدا في انتشار الفيديو، عشان عندنا فلوجات كتير جدا جايه وعايزين نبقى فيها مع بعض. بفكر اطلع بورسعيد نصطاد هناك شويه سمك، بفكر اطلع اسكندريه نجرب الصيد برضو هناك. هعمل لكم فلوجات جميله، فانت ما تنساش تدعمني عشان على الاقل يبقى تعبنا بفايده او بمقابل. فكما قال رسول الله خير الناس انفعهم الى الناس. بالله عليك اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه وانت خارج. السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه حلانه جعان قوي. اول ريس تاخده من ساعه ما طلعت من اسماعيليه هنا في السلام عند موقف العاشر في شيل اوت. قلت اقعد عند الماركت بتاعهم اشرب كوبايه قهوه واشتري شويه حاجات. استناني اول ما اروح البيت هنجرب المانجا سوا. بصوا يا جماعه، روحنا وجينا في 300 كيلو، 299 كيلو و900 متر. كنا وصلنا عند النزله بتاعت حي الهرم بتاعتنا. دي اللي الراجل قال لنا عليها السكري، مش عارف باينه ولا لا. دي السكري، ودي قال لنا عليها اسمها هانم. فخلينا ندوهم اقول لكم ايه الكلام. هل الموضوع بقى يستاهل ولا لا؟ السفر والمعاناه اللي احنا عانيناها دي كلها زي الحاجة. اشتري المانجا بالراجل اللي تحت البيت عندكم، مش مقدمين لك اي حاجه مميزه. هي المانجا بتاعت ربنا اللي عند كل الناس، والسعر مفيش فرق سعر. مشوار ما يستاهلش خالص اللي احنا مشيناه. كل واحد يشتري فاكهه من الراجل اللي